قرار زلزل الجميع. شوف، خليك معايا مزيان وما تسربش الفيديو، حيت هادشي اللي غتسمع اليوم ما غيقولوش ليك حتى واحد آخر. في الصورة المصغرة شتي العنوان قرار زلزل الجميع، ورسم لك سهم عسكري نازل من سيدنا لعند ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهم بجوج باللبسة العسكرية الرسمية. هاد الصورة ماشي غير تصويرة عادية، هادي كواليس تغيير تاريخي في هرم الدولة المغربية، وعلامة على تحول جيوستراتيجي مرعب. إلا كتحسب لك أن تعيين الأمير مولاي الحسن كمنسق للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية هو مجرد بروتوكول، فأنت غلط ب 180 درجة. حنا كنهضروا على إعادة هيكلة عميقة للدولة العميقة، تحركات جرات مور بيبان مسدودة وخرجات بتعليمات ملكية سريعة بحال البرق باش تحط الرجل المناسب في أخطر منصب. هذا القرار زلزل الجميع، حيت قلب الطابلة على كاع التوقعات الكلاسيكية ديال الانتقال العسكري في الملكية. لكن واش كتحسب لك أن التنسيق هو غير خدمة إدارية؟ تسنى حتى تشوف أشنو هي أول مهمة استخباراتية حقيقية تعطات للأمير في الكواليس، واللي غتقلب الموازين مع قوى عظمى. قوة التنسيق العسكري للأمير. باش نكونوا واضحين، لقب منسق القيادة العامة ما دارش باش يدوز الوقت. هاد اللقب كيعني حاجة واحدة: عين الملك فوق كل الرؤوس. المعلومات الحصرية اللي عندنا كتقول إن هاد المنصب تفصل على قد الأمير مولاي الحسن باش يعطيه صلاحية الإشراف المباشر على جميع الهيئات العسكرية الرفيعة، من القوات البرية، البحرية، الجوية، وصولا للدرك الملكي والمختبرات العسكرية الديجاد. الخطة كانت محبوكة باش الأمير ماشي غير يسمع التقارير، بل هو اللي وقع على تنفيذ العمليات الحساسة بتفويض ملكي مباشر. هذا التحرك خلى الجنرالات الكبار اللي كانوا مولفين ببروتوكولات قديمة يحسوا بالأرض كتزعزع تحت منهم، حيث ولاو محاسبين قدام المنسق الشاب اللي ما بينوش ليه غير الأرقام بل حتى النوايا. التنسيق هنا ماشي هو الجمع بين الإدارات، بل هو توحيد العقيدة العسكرية المغربية تحت قيادة واحدة شابة وكتشوف المستقبل الرقمي والحرب السيبرانية كأولوية قصوى. وإلا كنتي كتعجبك هاد الهضرة، أشنو غتقولي لعرفتي أن أول اجتماع دار الأمير ما كانش مع المغاربة، بل كان مع مسؤولين كبار من CIA باش يناقشوا ملف طابو المغرب عمرو جبدو؟ الاجتماع المغلق، الأمير والملفات الساخنة مع CIA. كيف ما سمعتي، المعلومات الموثوقة من الكواليس كتقول أن الأمير مولاي الحسن فور تسلمه لمنصب منسق القيادة العامة عقد أول اجتماع استراتيجي ليه بعيداً عن الكاميرات مع قيادات أمنية أمريكية رفيعة المستوى زارت الرباط سراً. الموضوع ما كانش المناورات العادية، بل كان الاتفاق الحصري على تكنولوجيا الدرونز الهجومية المتقدمة، وفتح ملف حساس كيتعلق بالتعاون التقني في المجال النووي للأغراض السلمية والطاقة المستدامة للأغراض الدفاعية. هذا الملف بالذات كانوا جنرالات دول الجوار كيحلموا غير يشموا خباره. الأمير مولاي الحسن ما دخلش هذا الاجتماع كتلميذ، بل دخل كمفاوض رئيسي عنده الضوء الأخضر من سيدنا. هذه الخطوة بينت الأمريكان أن الملك المستقبل هو اللي غيشد زمام الأمور التقنية العالية الدقة، وأن العقيدة العسكرية المغربية ولات كهتم بالردع التكنولوجي ماشي غير بالعدد. هذا الشيء زلزل المخابرات المعادية اللي كانت كتحاول تعرقل هذه الصفقات. ولكن واش كتحسب لك هذه الصفقات هي أهم حاجة؟ الخطر الحقيقي كان جاي من الداخل. كيفاش الأمير المنسق كشف شبكة ديال المسؤولين اللي كانوا كيعرقلوا تزويد القوات البرية بالسلاح في الوقت المناسب؟ اليد الحديدية، تطهير كواليس الإمداد العسكري. هنا كاين اللب ديال قرار زلزل الجميع. ملي الأمير مولاي الحسن ولا منسق للقيادة العامة، أول حاجة دارها هي أوديت شامل وسريع لمنظومة الصفقات العسكرية واللوجيستيك. المعلومات اللي عندنا من قلب الرباط كتقول أن الأمير كشف ثغرات كبيرة في سلاسل الإمداد. كاينين مسؤولين عسكريين ومدنيين كانوا كيتقلوا صفقات حيوية لتحديث القوات البرية في المناطق الحساسة بدعوى البيروقراطية. بقرار زلزل الجميع فعلياً الأمير ما طلبش تفسيرات طويلة، أمر بتجميد صلاحيات هذا المسؤولين وتعيين طاقم شاب تقني وكيفهموا في اللوجستيك الرقمي باش يسرعوا هذه العمليات. هذا التحرك بيّن أن المنسق الجديد ما بغاش غير يشوف الكاغط، بل بغى يشوف النتيجة على الأرض. هذه العملية ديال التطهير الصامت داخل الدواليب القيادة العامة حيدت الغبار على ميزانية ضخمة، وحولت المغرب في ظرف وجيز لمركز إقليمي لإصلاح وصيانة العتاد العسكري الثقيل بالتعاون مع شركات دولية. وهذا السلاح الجديد اللي تسرع فين غيتحط؟ الجواب غيصدمك. واش عرفتي أن الأمير مولاي الحسن أمر بإعادة توزيع شاملة للقوات، وبأنظار المنسق ولات مركزة على منطقة عمر المغرب تخيلها جبهة قتال؟ الخريطة العسكرية الجديدة
الأمير يوجه الأنظار نحو الأطلسي. انسى داك الشيء اللي كنتي كتعرفوا على أن الخطر جاي غير من الشرق أو من الشمال. التنسيق الجديد ديال الأمير مولاي الحسن جاب معاه عقيدة جيوعسكرية جديدة. المعلومات الحصرية كتقول أن الأمير بناء على تحليل استخباراتي دقيق دارته الدي جي إد أمر بتأسيس جبهة عسكرية ثالثة، ماشي برية بل بحرية أطلسية. المنسق الجديد شاف أن التهديد الحقيقي للمستقبل هو السيطرة على أعالي البحار وحماية المنطقة الاقتصادية الخالصة الجديدة للمغرب، وخاصة موراة ترسيم الحدود البحرية. هذه العقيدة الأطلسية دفعت القوات المسلحة الملكية لشراء فرقاطات وغواصات هجومية متطورة وزيادة عدد القواعد البحرية على طول الساحل الأطلسي من طنجة حتى للقويرة. هذا الشيء كامل كيدار باش المغرب ما يبقاش غير كيدافع على الأرض، بل يولي قوة مهيمنة على الطريق البحري التجاري اللي رابط إفريقيا بأوروبا وأمريكا. هذا التحرك زلزل القوى الكولونيالية اللي كانت كتعتبر الأطلسي حديقتها الخلفية. ولكن هذه القوة الأطلسية الجديدة محتاجة عقل إلكتروني. أشنو غتقول إلا عرفتي أن الأمير مولاي حسن هو اللي كيشرف شخصياً على بناء الدرع السبراني للمغرب، واللي غيكون أول نظام ذكاء اصطناعي عسكري في إفريقيا؟ الحرب الرقمية، الأمير وبناء أول منظومة عسكرية ذكية في إفريقيا. قرار زلزل الجميع، حيث الأمير مولاي الحسن ما جاش باش يهضر على الكلاشنيكوف، بل جا باش يهضر على الكود. في كواليس القيادة العامة وتحت إشرافه المباشر كمنسق تم تأسيس المركز الملكي للدفاع السبراني والذكاء الاصطناعي العسكري. هذا الشيء ماشي فيلم خيال علمي، هذا واقع دابا. المعلومات الحصرية كتقول إن الأمير جاب أفضل الكفاءات المغربية من الخارج وأعطاهم الإمكانيات باش يبنيوا أول نظام ردع رقمي في القارة. هذا النظام ما غير يحمي البنية التحتية ديال الدولة، بل عنده صلاحيات هجومية لتعطيل أنظمة اتصالات العدو في حال أي هجوم، وحتى لتوجيه الدرونز والأسلحة الذكية عن طريق الذكاء الاصطناعي. الأمير شاف أن الحروب الجاية غدار في السيرفرات قبل ما تدار في الخنادق. هذا التركيز على التكنولوجيا المتقدمة حط المغرب في مرتبة متقدمة بزاف على منافسيه الإقليميين، وخلى حلفاء بحال إسرائيل وفرنسا يطلبوا التعاون مع المغرب في هذا المجال بالذات. وهذا العقل الرقمي محتاج تكوين من نوع خاص. واش كتحسب لك الأمير كيقرا غير في المغرب؟ كواليس المنسق كتقول إن كاين برنامج سري ديالو مع أعتى المدارس العسكرية في العالم، وما قراش غير الفنون القتالية. وراء ستار، تكوين الأمير في كبريات الأكاديميات العسكرية العالمية. هذه كواليسي. إذا كانت تصويرة الصورة المصغرة كتوريك الأمير باللبسة العسكرية المغربية، فالكواليس كتقول أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن دوز فترات تكوين سرية ومكثفة في أكاديمية سانت عنست العسكرية الملكية في بريطانيا، وحتى في ويست بوينت في أمريكا. هذا التكوين ما بينوش ليه غير كيفاش يضرب السلاح، بل ركز على الاستراتيجية العسكرية العليا، جيوبوليتيك الشرق الأوسط وإفريقيا، وكيفاش كيدار اتخاذ القرار العسكري تحت الضغط الشديد. هذه التجربة الدولية هي اللي عطياه هذا النظرة الكلية اللي كيشوف بها هرم القيادة العامة دابا. الأمير تعلم من البريطانيين الدقة الدبلوماسية في التحركات العسكرية، ومن الأمريكان القوة التكنولوجية الهجومية. هذا الشيء هو اللي كيفسر علاش أول ما ولا منسق القرار كان سريع ومباشر بيزلزل الجميع في مجال التحديث التكنولوجي والهيكلي. ولكن التحديث محتاج ميزانية. كيفاش الأمير المنسق قدر يوفر مليارات الدولارات من الصناديق المنسية للدولة باش يمول هذا التحول العسكري بلا ما يقيس ميزانية التنمية الاجتماعية؟ كشف الصناديق، كيف مول الأمير التحول العسكري بلا المساس بالتنمية. هنا كاين الذكاء الحقيقي وقرار زلزل الجميع في الجانب المالي. التحول العسكري اللي كيهضر عليه المنسق مولاي الحسن كيكلف مليارات الدولارات. السؤال اللي كان كيطرحوه كاع الخبراء، منين غيجيبوا هاد الفلوس والمغرب محتاج التنمية؟ المعلومات الموثوقة من الكواليس كتقول أن الأمير بقدرته على الوصول لكاع الملفات كشف عن صناديق سيادية واستثمارات خارجية كانت منسية لفائدة الدولة المغربية. الأمير بالتعاون مع خبراء ماليين قام بإعادة هيكلة هاد الصناديق وتحويل جزء كبير من أرباحها بلا ما يمس الأصول لتمويل برنامج التسلح التكنولوجي السريع. هاد الشيء بين أنه منسق ماشي غير عسكري، بل منسق اقتصادي كيعرف كيفاش يوازن بين السلاح والخبز. هاد الحركة زلزلت الملاحظين الدوليين اللي كانوا كيحسب لهم أن المغرب غيغرق في الديون باش يسلح جيشه، وهاد الفلوس ما بتقاش غير في المغرب. الأمير ولا دابا كيشرف على التصنيع العسكري في إفريقيا. واش عرفتي أن أول معمل ديال الدرونز والعتاد المغربي غيتحل في دولة إفريقيا ماشي في المغرب؟ من المغرب لإفريقيا، الأمير يطلق قاطرة التصنيع العسكري المغربي. هذا الفصل هو القنبلة ديال قرار زلزل الجميع.
الأمير مولاي الحسن كمنسق للقيادة العامة ماشي غير كيشري السلاح، بل ولا كيشرف على التصنيع العسكري المحلي. المغرب دابا ولا كينتج الدرون الانتحارية واعتاد الدرك الملكي وحتى بعض العربات العسكرية الخفيفة بالتعاون مع شركات عالمية. لكن الجديد والمزلزل فعليا هو أن الأمير أمر بفتح مصانع السيادة خارج المغرب في دول إفريقية حليفة. هذه الخطوة كتعني أن المغرب ما بغاش يكون غير قوة عسكرية، بل بغى يكون المورد الرئيسي للأمن في إفريقيا. الأمير شاف أن تصدير التكنولوجيا العسكرية المغربية لإفريقيا غيعطي للمغرب نفوذ جيوسياسي هائل وغيخلق فرص شغل وغيمنع تغلغل القوى المعادية في القارة. هذا الشيء هو اللي زلزل الجميع، حيث المغرب ولا دابا كيتصرف كقوة قارية حقيقية. وهذه القوة كاملة منين كتجيب الشرعية الدولية؟ اشنو غتقولي إلا عرفتي أن الأمير المنسق دار واحد التفاهم سري مع بابا الفاتيكان والأمم المتحدة على دور المغرب الأمني في حماية السلام في المناطق الساخنة؟ شوف، هاد قرار زلزل الجميع. اللي كتهضر عليه الصورة المصغرة ما كيبغيش غير في الميدان أو في المصانع. الأمير مولاي الحسن كمنسق للقيادة العامة ربط هاد القوة العسكرية المغربية بالشرعية الدولية. المعلومات الحصرية كتقول أن الأمير في تحرك دبلوماسي عسكري هادئ دار تفاهمات سرية مع أروقة الأمم المتحدة وحتى مع دواليب الفاتيكان باش يداوي على دور المغرب كشرطي السلام في شمال وغرب إفريقيا. هذه التفاهمات كتعطي للمغرب الغطاء الدولي باش يتصرف كقوة حامية في المناطق الساخنة وباش يشارك في قوات حفظ السلام بعتاده التكنولوجي الجديد. هذا الشيء كيعني أن المنسق الجديد ضمن أن أي تحرك عسكري مغربي غيكون مقبول دوليا بل ومطلوبا. وحنا باقين غير في البداية، حيث كاين قرار زلزل جميع آخر كيتعلق بقيادة الأمير المباشرة لفرقة الكوموندو السبرانية في مواجهة مباشرة مع تهديدات جاية من أعماق الويب المظلم. خليك مأسب، حيث الحلقة الجاية غتكون زلزال حقيقي في الدار البيضاء، شي حاجة عمرو تخيلها المغربي. تسنانا.